أكتر سؤال باتسأله بشكل يومي هو الدهب رايح فين؟ ومؤخرًا هو الدهب ما بيطلعش ليه مع الأزمة الحالية؟ خلّيني أشرح لك الموضوع بشكل سريع. ببساطة جدًا الدهب فعلًا طلع لمّا الضربات الأولى بدأت في فبراير، ووصل ساعتها ل$5500 بس بعد كده نزل مرة تانية، ودلوقتي بقى قاعد متذبذب ما بين ال4500 لل4800. طب إزاي ده ممكن يحصل وفي حرب موجودة في الوقت الحالي؟ لأن ببساطة جدًا في حاجة أقوى من الخوف هي اللي بتتحكم في الدهب، وهي الفايدة. الحرب رفعت أسعار النفط، فبالتالي النفط المرتفع معناه تضخم مرتفع، معناه إن الفدرالي الأمريكي مش هيقدر يخفض الفايدة، والسوق دلوقتي بيتوقع إن مفيش أي خفض للفايدة في 2026 خالص. وكمان عندنا توقعات إن يكون عندنا رفع محتمل سواء في 2026 أو 2027، وده بيضر الذهب بشكل كبير جدا. طب ليه؟ لأن ببساطة الذهب مش بيدي فايدة، فلما الفايدة العالية أو لما الفايدة تكون عالية المستثمر بيفضل السندات اللي بتدي عائد حقيقي. يعني الحرب نفسها اللي المفروض تكون سبب بيخلي الناس تشتري الذهب هي اللي بتمنع الذهب دلوقتي من الصعود عن طريق التضخم وعن طريق الفايدة، وده اللي بيسموه في الأسواق الانفليشن شوك، وده بيتفوق دلوقتي على كون الذهب سيف هيفن تريد. فبالتالي المرة الجاية لما تيجي تتوقع حركة الذهب أو تقول الذهب ملاذ آمن، افهم الأول هو الفايدة دلوقتي فين والتضخم فين.